هنقطع مع بعض نشوفها. بصي جميلة ازاي، بصي مفرغة وجميلة ازاي. بصي دايبة دايبة دايبة. مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهارده هنعمل مع بعض الكوكيز الجامد دوت. هنعمله مع بعض ببيضاية واحدة وكوباية عسل اسود. زي ما انت شايفة طلع معانا الشكل القمر دوت. هنكسر مع بعض واحدة كده ونشوفها. بصي 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 من جوه مفرغة وهشة ازاي. مقادير بسيطة، يلا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. وهي المقادير بتاعتي السهلة اللي من هي، بصي هي كوباية عسل زي ما انت شايفة وبيضة. هتعملي احلى تحلية لولادك واحسن بكتير من بره اللي انت هتشتريه. يلا مع بعض هنعمل ايه. اول حاجة كوباية العسل دي هعمل بيها كل حاجة. يعني هعمل بيها كل حاجة، يعني هعاير بيها كل حاجة. اول حاجة واضيف عليها البيضة بدرجة حرارة الغرفة زي ما انت شايفة. بيضاية واحدة طلعت البيضة بصفرتين. بصراحة كنت ممكن اخلي الصفرتين دول، بس خفت ان هي ايه مت يعني تبوظ لي حاجة. عشان كده هوت ايه شلت صفارة وخليت واحدة. وزي ما انت شايفة هفضل اضرب بالشكل دوت. طبعا المفروض مضرب سلك، بس ايه يعني انا بقولك ايه حتى لو ما فيش يعني مش هتقفي على حاجة. قبل كده زي ما انت شفتي الكيكة عملتها برضو بنفس الشوكة دي بجد وطلعت تحفة. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض احلى كوكيز. وبعد ما اتأكدت كده ان البيضة اختفت تماما اضيف عليها اضيف عليها فانيليا. طبعا ما لقيتش فانيليا، حطيت معلقة صغيرة بشر برتقال. مش عارفه، انا صممت ان انا اعملها. يعني بمعنى ايه، يعني حتى لو ما لقيتش الحاجه اللي انا عايزاها يعني هعملها زي هعملها، يعني كده كده هعملها. مع اني يعني ممكن البشر البرتقال ده يبان فيها. هنجرب مع بعض واشوف يعني الفكره بتاعتي دي هعملها هتنفع ولا مش هتنفع. طبعا ومعايا 3 اكواب دقيق. 3. التلاتة دول مش هضيفهم ايه بالتدريج. هضيفهم بالتدريج. لازم بالتدريج، لازم بالتدريج. هضيف شوية واقلب كده. انا مش عايزاكي تقفي على اي حاجة. المهم تعملي ايه، عندنا بدايل. وابتدي بقى اجيبها كده من الاطراف واضيف حبة حبة. واضيف حبة حبة زي ما انت شايفة كده اهو. واحاول ايه انزل كل الدقيق عندي بالشكل دوت. لازم اضيفهم على مراحل. دول 3 كوبايات دقيق منخولين. طبعا لسه هقولك هضيف عليهم نص معلقه بيكنج باودر. ما تكتريش عشان ما يفرش منك. نص معلقه اهي، نص معلقه بيكنج باودر. وقلت لك لتاني مره حاولي ما تكتريش. وبرده وابتدي اعمل كده اهو. ما تعجنهوش خالص 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 عشان ما ينشفش منك. نفس الحكايه كده اهوت. كل اللي انا هعمله هنزل الدقيق بالشكل دوت. وهي زي ما انت شايفه. بصي ادوس عليها مش مشققه، يبقى انا كده عجنتي كويسه. خدت الثلاث كوبايات كلهم، 3 كوبايات الدقيق كلهم. يلا مع بعض نكمل هنشوف هنعملها ازاي. تيجي اعملها بالشكل دوت. تيجي اعملها بالشكل ده
كل ما احضر الصينيه بتاعتي وهغمسها كده اهو، واروح حطاها بالشكل دوت، بالشكل ده. هعمل تانية واحده معاكم. المهم ان انت تظبطي ايدك يكون كلها ايه، تكون كلها قد بعض، تكون كلها قد بعض بنفس كده اهو. وهغمسها كده. هي لازم تبقى قد بعض، بس يعني ما تشغليش بالك قوي يعني، فاهماني؟ بس انا بحاول عشان التصوير وكده اهوت. بصي يعني انا بالنسبه لي الحجم ده احلى من اول واحده عملتها. انا بالنسبه لي الحجم ده كده احلى. طبعا انا ولعت الفرن. ليه بقى؟ عشان احنا بنخبز على طول. انا كده اهو عملت دول معاكي، اخلص الكميه ونرجع مع بعض. وهي زي ما انت شايفه عملتهم بالطريقه دي. طالعه مني صينيتين، صينيه كبيره قوي كده اهو، والصينيه دي طبعا اكون لازم اي معجنات اكون مولعه الفرن. طبعا مولعه الفرن، ونرجع مع بعض نشوف هيبقى ازاي. وهي طلعت، بصي طالعين صينيتين، بصي وتسويتها جميله ازاي. انا بالنسبه لي بحب الحجم دوت. وهو بعد ما طلع من الفرن بالجمال دوت. انا عن نفسي بحب اللي هي يكون حجمها صغير بالشكل دوت، جميله قوي. هنكسر مع بعض كده ونشوفها. بصي جميله وفاضيه كده من جوه، مفرغه، جميله. لو عجبك الفيديو ما تنسانيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان اوصلك كل جديد. باي باي.